بسم الله، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نظره فنيه. والنهارده هنتكلم عن مباراه الزمالك والجونه في الدوري، واللي قدر فيها الزمالك يفوز على الجونه برباعيه. ويلا بينا نخش في الحلقه. جروس النهارده بيبدا بتشكيل مكون من عواد في حراسه المرمى، الونش وحسام عبد المجيد، احمد فتوح وعمر جابر، محمد شحاته ودونجا، وقدامهم عبد الله السعيد، زيزو ومصطفى الشلبي وناصر منسي في الهجوم. الزمالك بيدخل المباراه وعينه على 3 نقط، والجونه في عرض نقطه لانهم في المركز الاخير. الزمالك 3 نقط مهم هيفرقوا معاه لانه بينافس على الدوري طبعا. بيراميدز في المركز الاول 21 نقطه. قبل المباراه الزمالك معاه 17 نقطه، تكسب يبقى معاه 20 قد الاهلي. وعندهم المباراه اللي جايه قدام بيراميدز، ف3 نقط هتبقى مهمه مع الجونه، هيفرقوا معاه في المنافسه على الدوري. خش في المباراه ده السبعه، زيزو بيرفع كروس ولا اروع على راس ناصر منسي، بيوجهها في المرمى كده بطريقه ولا اروع، بيحط الهدف الاول للزمالك. هدف مهم في اول الدقائق طبعا للزمالك، لان كابتن علاء عبد العال طبعا زي ما احنا عارفين التكتل الدفاعي وبيرص الاتوبيس قدام منطقه الجزاء. فطبعا هدف بيفك الاشتباك بدري لجروس ولاعيبته. بعدها قليلة من هدف الزمالك الأول بنشوف غضب جمهور الزمالك في المدرجات، اللي مش غاضب من أداء اللعيبة ولكن غاضب من مجلس الإدارة لحد دلوقتي، وإحنا في يناير وخلاص الشهر بيخلص. مباراة مش أي صفقات، ما بنشوفش شيء جديد في المباراة ولا أي خطورة على مرمى الفريقين لحد ما بتيجي الدقيقة 37 وتسديدة من برا منطقة الجزاء لصالح الجونة. بتخش بتعلى كده، أحمد حسام بيلعبها رأسية، بتغير اتجاهها، بتخبط في القايم وتخش المرمى، وبتبقى النتيجة 1-1، والزمالك بيدفع تمن تراخي اللاعب. الزمالك بعد التعادل المفروض تضغط عشان تسجل التاني وتتقدم من تاني، لكن اللي حصل عكس كده تماما. مفيش ضغط على لعيبة الجونة، ميس باص لعب عشوائي، مفروض مفيش اختراق من الأجناب، مفيش اختراق من العمق طبعا لأن الكابتن علاء رصص اللعيبة على منطقة على حدود 18. وبيخلص الشوط 1-1. بنشوف قبل نهاية الشوط الأول إصابة مروان محسن ونزول نور السيد لاعب الجونة، وبنشوف كرة ملعوبة في دار دفاع الزمالك، لكن حسام عبد المجيد بيتعامل معاه ويطلعها ركنية. أداء الزمالك في الشوط الأول طبعا مش مطمن للجماهير، لأن المباراة اللي جاية عندهم بيراميدز، الخصم العنيد، الخصم المدجج بالنجوم، ومباراة طبعا مهمة في صراع اللقب. ده 62 جروز بيعمل تغييرين، بيخرج محمد شحاتة وبينزل محمد السيد، وبيطلع ناصر منسي وبينزل سيف الجزيري. بعدها واحدة بنزول سيف الجزيري، كرة بتسديدة من مصطفى شلبي بيصدها محمد علاء، بتنزل على الأرض، بتخبط في مدافع الجونة وبترد لسيف الجزيري اللي بيلاقي قدامه والمرمى خالي. بيسجل هدف تاني للزمالك وبتبقى النتيجة 2-1. ده 73 بنشوف خطأ فادح من محمد علاء حارس الجونة اللي بيحاول يبني اللعبة من تحت، لكن الكرة كان بيخرجها غلط، راحت لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما بيفكرش مرتين، بيحط الهدف الثالث للزمالك وبتبقى النتيجة 3-1. وهنا بعد الهدف بنشوف أفوارة من معلق اللقاء محمود أبو ركب في تقديره للهدف ومبالغته في وصف الهدف. الكرة اتردد خطأ من حارس المرمى، بتروح لعبد الله السعيد عادي وسجل هدف. قاعد يبالغ بقى ويقول لك للتاريخ عبد الله وبتاع. هو ماشي هدف كويس وكل حاجة، بس مش لدرجة الأفوارة وللتاريخ. هدف كويس ماشي. الحكم بيحسب 7 دقايق وقت محتسب بدل ضايع. في الدقيقة الخامسة سيف الجزيري بيسجل هدف رابع للزمالك بعد أرضية من مصطفى شلبي، وبينتهي اللقاء. الشوط التاني مغير طبعا، وأداء والأروع للزمالك غير الشوط الأول خالص. الشوط الأول كان سيء جدا، ما شفناش منه أداء خالص. الشوط التاني طبعا تغييرات الزمالك فرقت وتغييرات جروس. 4-1 للزمالك، 3 نقط مهمة بتضاف للرصيد. الزمالك بيرفع رصيده النقطة 20 في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي. في نهاية المباراة 3 نقط مهمة للزمالك قبل موقعة الجمعة أمام بيراميدز المتصدر ب21 نقطة، الزمالك ب20، الأهلي ب20. صراع سيراميكا ب19، صراع رباعي على بطولة الدوري. مباراة مهمة طبعا، مباراة مهمة للفريقين. 3 نقط هتبقى مهمة للفريقين، محتاجين 3 نقط في صراع المنافسة على الدوري. عبد الله السعيد بيفوز بجائزة رجل المباراة. ويلا بينا نخش في فقرة التقييمات. عواد النهارده بياخد 5 لأن ما شفناش اختبارات كتير على المرمى النهارده. حسام عبد المجيد 7، الونش 7، فتوح ياخد 6 النهارده، عمر جابر ياخد 6 النهارده، دونجا النهارده عامل مباراة كويسة ياخد 8، مصطفى شلبي كذلك برضو عامل مباراة كويسة ياخد 8، زيزو النهارده في الشوط الأول كان كويس ياخد 8، عبد الله السعيد النهارده راجل مباراة ياخد 9. أداء ولا أروع طبعا، داخل على 40 سنة وبالأداء ده طبعا لعب كبير. ناصر منسي النهارده ما شفناش منه غير الهدف ياخد 8. الجزيرة النهارده ياخد 8 سجل هدفين. كوستا واحمد محمود ملهمش تقييم النهارده، ملحقوش.
وبكده يبقى خلصنا فيديو النهارده. لو عجبتك الحلقه اضغط لايك، اشترك في القناه، فعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حلقاتنا الجديده اول باول. والسلام عليكم.